يا ترى مين فينا ما بيحبش ريحة وطعم البرتقال اللي بيفكرنا بالبهجة والانتعاش؟ يلا بينا نعمل وصفتنا النهاردة، وهي البسكوت بالبرتقال. سقسقيه في كوباية الشاي وروحي في عالم الخيال. يلا بينا ندخل على وصفتنا ونشوف هنعملها ازاي. مقدارنا عبارة عن كوباية من السمن النباتي، وطبعا حطينا في التلاجة قبل ما نبدأ في الوصفة ب3 ساعات، وكوباية الا ربع من السكر البودرة. وطبعا ممكن نستبدل السمنة بالزيت، او ممكن نصها سمنة ونصها زيت، بس لو استخدمناها كلها زيت بجد هتخلي البسكوت ناشف معاكي ومش هيطلع هش كده ولذيذ. فيعني لو انت مش حابة تستخدميها كلها سمنة، خليها نصها سمنة ونصها زيت. بعد كده بمضرب يدوي او مضرب كهربائي بنفضل نضرب لغاية ما الخليط يبقى لونه فاتح معانا بالشكل ده. بعد كده هيكون معانا كوباية الا ربع من عصير البرتقال، وورقة من او ظرف يعني من الفانيليا برضو بطعم البرتقال، ونبدأ نضرب كويس في الخليط ده لغاية ما العصير يختفي تماما. يعني انا مش عايزة في الخليط ده اي سوائل خالص. وبعد كده بنفضل نضرب لغاية ما يتكون عندي كده خليط شبيه للكيكة بالظبط او لقوام الكيكة يعني. انا بقول لكم بجد الريحة خطيرة، وده القوام المظبوط. في طبق تاني هننزل ب3 كوبايات من الدقيق، وطبعا الكوباية هي نفس الكوباية اللي بنعير بيها كل حاجة. عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر وذرة ملح، ونقلب الكلام ده كله مع بعض. ويلا بينا ننزل بالدقيق على الخليط اللي حضرناه. طبعا ما بننزلش بالدقيق كله، بننزل واحدة بواحدة لغاية ما نوصل للقوام المظبوط. بعد كده هنا هنزل بمعلقتين كبار من الكاستر، وممكن نستبدلهم بالنشا. بعد كده بمعلقة خشب او سباتيولا نبدأ نقلب كده بالراحة، علشان خاطر انا عايزة ايه، منعجنش كتير، علشان خاطر العجينة مش عايزين يطلع لها عرق والبسكوت ينشف معانا. كل ما بنقلب كده والدقيق يختفي بننزل بحبة كمان من الدقيق. المهم لغاية ما نوصل لعجينة تكون ناعمة وما بتلزقش في ايدينا، وفي نفس الوقت لما بنضغط عليها ما تتشققش مننا. بصوا هنا انا بعد ما قلبت الكلام ده كله حسيت لسه العجينة لينة في ايدي، فهنزل بباقي الكمية. فانا المقدار ده اخد ال3 كوبايات كلهم كده مظبوط. هنا بقى بعد ما هعجن بالمعلقة كده واحس خلاص العجينة اتلمت وبقت كويسة كده معايا وحلوة في ايديا، هبدأ اعجنها بايديا او الم يعني العجينة بايدي. انا مش هعجن، انا بس مقلة باطراف ايدي كده هلم العجينة. اهو بصوا انا باطراف ايدي بس كده بيدوب بلم العجينة. وبعد كده هاخد حتة من العجينة كده واشكلها بين ايدي كده كورة وادوس عليها واضغط عليها. طالما ما اتشققتش يبقى كده تمام. يلا بينا نظبط او نشكل البسكوت بتاعنا. الصينية طبعا مش دهنينها اي مادة دهنية، وهنجيب مكنة البسكوت ده وهنستخدم الشكل اللي انتوا شفتوه كده معايا. بعد كده نبدأ نعبي مكنة البسكوت ونشكل البسكوت. لو ما عندكيش المكنة دي، ممكن لو عندك اكياس حلواني ممكن تشكلي باي قمع عندك. ما عندكيش اكياس حلواني ولا عندك المكنة دي، ممكن بايديكي تاخدي العجينة وتبدأي تشكلي بايديكي. بس اهم حاجة يكون حجم البسكوتايه يكون رهيف بالشكل ده، ما تكونش عريضة، علشان لما تدخل الفرن قلبها يستوي معانا وتبقى مقرمشة معانا. شايفين المنظر؟ وبعد كده بالسكينة بنقطع اي زيادة، وطبعا ما بنرميش الزيادات دي، بنرجعها تاني على الطبق بتاعنا. بصوا هنا بقى انا بوريلكم ان انا هاخد حتة بين ايديا كده واشكلها. طالما يعني لو ما عندكيش اي حاجة تشكلي بيها استخدمي ايديك، يعني بصي ما توقفيش. وهنا كده خلصت كل الكمية، شايفين المنظر؟ وهنا كمان شوية يعني حبة كمان عملتهم شكل البيتي فور بالشكل ده. وطبعا احنا قبل ما بنشتغل في البسكوت بنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 180، واول ما يحمر من تحت ومن فوق يبقى كده تمام. لو احمر من تحت ومن فوق لسه افتحي عليه الشواية، ويبقى ده المنظر وده الجمال. شايفين بجد خطيرة. وطبعا هنا بقول لكم لازم تهدى خالص قبل ما ترفعوها من على الصينية. وهنا كان البسكوت كله طلع معانا، شايفين الشكل ازاي؟ وطبعا انا سبته يبرد تماما قبل ما ارفعه واحطه على صينيه التقديم. شايفين؟ عايزه اقول لكم لو اسمعكم من الصوت القرمشه بتاعته بجد خطيره. وده الشكل اللي عملناه على ايدينا، وده شكل البيتي فور. بجد كده حاجه ولا الخيال. وده كان فيديو النهارده. لو عجبكم ياريت لايك كتير وشير كتير، وما تحرمونيش من كومنتاتكم الحلوه. باي باي.